إلى الكويت. معنا من هناك أحمد الرايقي منفذ العربية لتغطية كأس الخليج وأحداثها. أهلا بك أحمد، الحمد لله على السلامة. كيف كانت أجواء اليوم الأول من هذه البطولة؟ هلا عبد الله. لعل أجواء الطقس الباردة هنا في الكويت كانت أكثر دفء هذا المساء مع افتتاح خليجي 26 وسط حضور جماهيري كبير جدا اكتظت به مدرجات الملعب. بالتالي كانت هنالك لوحة فنية رائعة جدا تفاعل معها الحضور الجماهيري الذي جاء من أقطاب الخليج العربي، وبالتالي هنالك كانت صراحة يعني احتفالية كبيرة جدا سواء داخل الملعب أو حتى خارج الملعب من قبل الجماهير الكويتية والعمانية. إضافة إلى ذلك الجماهير كانت حاضرة بشكل عام لافتتاح هذه البطولة، لكن الأكثر كانت الجماهير الكويتية ثم الجماهير العمانية لمتابعة بعد حفل الافتتاح المباراة اللي كانت صراحة محط أنظار الجميع. جيد. يمكن كان هنالك يعني أماني كبيرة جدا في أن يتجاوز المنتخب السعودي المنتخب الكويتي هذه المباراة، خاصة أن عقدة امتدت كثيرا، وكانوا يتمنوا أنه يكون يعني حضور المنتخب يعني بانتصار، على الرغم أنهم يعني كانوا يعانون من مستويات لم تكن في المستوى أو المأمول، على نظير الجماهير العمانية التي حضرت صراحة بشكل جيد. اليوم تابعناهم من خلال المدرجات أو اللقاءات خارج المدرجات، كانت تمني النفس كثيرا بتحقيق نقاط المباراة الأولى، كونهم ينظرون إلى بطولة الخليج يعني لهم نصيب فيها من خلال طيب أحمد اليوم اللقب. نعم اليوم لكن المباراة لم ترتقي. طيب اليوم أحمد، اليوم وانت في الكويت وتعيش أجواء البطولة، حدثنا عن أجواء البطولة خارج الملاعب. يعني كيف استعدت الكويت يعني لهذه البطولة من خلال فعالياتها أو حتى يعني الأشياء التي نظمتها من أجل هذه البطولة؟ طبعا هنالك صراحة استعداد وتحضير جميل جدا غير مسبوق، يعني صار اهتمام بقدر ما هو في مجال كرة القدم، لكن أيضا هنالك انفتاح على المجال السياحي يعني والترويحي والترفيهي في الكويت، يعني من خلال المنتجعات ومن خلال أماكن الترفيه المتعددة في أرجاء الكويت. على سبيل المثال أمس كنا حاضرين في المباركية، يعني وهي أحد المناطق المشهورة في الكويت. للأمانة كان حضور جماهيري كبير جدا، يعني شيء لافت للانتباه من جميع من دول الخليج، فكان في زحام كبير منها لمتابعة الأحداث وأيضا للبرامج السياحية اللي متوفرة أو مصاحبة لهذه البطولة. على الرغم أن يعني الطقس بارد، لكن صراحة حضور جماهيري مميز جدا، وبالتالي من المتوقع أن تحظى هذه البطولة بمتابعة جماهيرية غير مسبوقة، خصوصا أن كل المنتخبات تلعب بكامل نجومها، وأيضا فيها يعني تحدي بصفها الأول، وخاصة في التصفيات يعني مهمة جدا لكل ينظر أن يحقق فيها ما يتطلع له أنصار وصناع هذه المنتخبات. جيد. أحمد الرايقي منفذ العربية إلى الكويت، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.